صباح الخير عليكم. عايز احكي لكم قصه بتحصل معايا كمدرس مع طلبه الامريكان دبلوم. بيجي لي طالب يقول لي الاقيه في الحصه بيحل وحش قوي وعنده افكار كتيره واقعه منه، وليه جايب الواجب كله صح. وكلم مامته، هو يا فندم الولد بيقعد على الكتاب يشتغل. تقول لي طول الوقت قاعد على الكتاب. طب ايه الفكره؟ صباح الخير يا ابني، تعالى قول لي انت حليت الاسئله دي ازاي في الواجب؟ يا مستر ببساطه خالص، المساله لقيتها قريتها، بصيت ورا لقيت الاجابه 60، لقيت فيه 6 و10، عملت 6 ملتبلاي 10. طب فين القانون اللي استخدمته؟ فين الفكره اللي انت عملتها؟ يقول لي مفيش. قلت له طب انت هتلاقي الاجابات دي في الامتحان؟ يقول لي صحيح مش هلاقي الاجابات دي في الامتحان. على فكره مش ده بس، نسبه كبيره من ولادنا بتعمل الحركه دي عشان يخلصوا من ضغط الواجب. يبص على المساله يلاقي فيها رقمين ويشوف الاجابه، يعمل لهم اي عمليه حسابيه تجيب الاجابه ويعتبر نفسه كده حل. خدوا بالكم، دي غلطه كبيره اولادكم بيعملوها، انتوا مش هتاخدوا بالكم منها. انا بنبهكم، لكل اب وام، لكل طالب بيعمل كده، ده كلام بترضي بيه ضميرك. دي اسمها المذاكره الفيك، مذاكره زائفه. شكرا، اقابلكم مره ثانيه.